بجاه العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل لي خطي يا شكور يا من له من انتحى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني الغدا والمرضى بكل شهر وجعل شهورا لعبادات حوى النهورا وجل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من تديه النبيهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشرب تعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع السلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل عني أبدا مع السلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فاجدم لي الصلاح والاستقامة وانفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وصلت لي سري في الدارين كما عصمتني من المارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر وارض لي جميعا ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد وترني حقائق الأشياء يا مقفا بالدور والأفياء وجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون سبك أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حماء نومي جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخزي بلا نقد ولا مخوف لي حقق الرجاء في كل الأياد وجل حياتي منك أفضل الأياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم وبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيق السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وإنك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخل ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن زرف الخير كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن زرف الخير